عشان توصلي للجسم ده وتخلي جسمك مكنه حرق دهون حتى في وقت الراحه، لازم اكلك وتمرينك يكونوا بالشكل ده. كملي معايا الفيديو للاخر علشان تعرفي نظام يومي بيمشي ازاي. اول حاجه، انا ماشيه على نظام الصيام المتقطع بقالي اكتر من 7 سنين. الهدف منه مش تحديد المواعيد عشان امنع فكره السناكينج او الاكل طول النهار. انا يومي متقسم على 3 وجبات اساسيه، وكل وجبه فيها كل العناصر اللي جسمي محتاجها، والاساس في طبقي دايما بروتين عالي وكربوهيدرات صحيه. خدي مثال كده لوجبه زي وجبه الفطار: 3 بيضات بالجبنه الموتزاريلا الطبيعي زائد نص قطعه افوكادو، وغدايا بيكون لحم ستيك او صدور فراخ مشويه او كفته زائد رز وشويه طحينه صغيرين. والسناك او الوجبه الثالثه: زبادي مع شويه مكسرات او قهوه او نص بار بروتين. طب ايه الميكانيزم اللي جسمي بيستخدمه في حرق الدهون؟ بين الوجبات دي مفيش اي اكل تماما. تفتكري ليه؟ عشان ما عودش جسمي انه دايما يستمد طاقته من الاكل اللي داخله. انا بعود جسمي ان هو يحرق من الدهون اللي متخزنه فيه، خصوصا لما اكون عامله عجز سعرات وصايمه. طيب هل ده معناه حرمان؟ لا خالص، عادي جدا نفسي تروح لشيبسي او شوكولاته كل اسبوعين او 3 وجسمي ما بيتاثرش عشان انا عودته يعمل سويتش. فانا اللي بقرر. عشان كده جسمي بقى عنده مرونه قويه جدا، يعني يقدر يبدل ما بين ان هو بيطلع الطاقه من الاكل او بيطلع الطاقه من الدهون المتخزنه. فلو عايزه تعرفي ازاي تدربي جسمك على المرونه دي وتزودي حرق الدهون المتخزنه، اكتبي لي تحت في التعليقات حرق دهون، وهعمل لك فيديو مفصل يشرح لك ازاي خطوه بخطوه.